والكيستي نتاع صبيح. الكيستي كيستي بنين 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 على الاخر. شنو تحب ياخذ؟ العظم العظم. جيم بيان العظم كون فرماد هذاك. هي عندها توا حنا بعض وعندها فرماد وكيستي هكاك. اللي يجمع الزيتون ويحب العظم العرب ويعمر راسه بكيستي احمر متاع السبيخ ما ينجم يكون كان تونسي. وحنا بعل المجبري ما ينجم يكون كان تونسي قلبا وقالبا. واسم حنا بعل ما ينجم يكون كان في علاقة بتونس وقرطاج. هذاك علاش قصة اليوم ستكون حول حنا بعل المجبري. وباش تعرفوا كل صغيرة وكبيرة على حنا بعل خليكم معانا. جان في 2003 ولد حنا بعل المجبري في ضاحية إيفري في باريس الفرنسي لأم وأب من تونس ومن السبيخة في القيروان تحديدا. حنا بعل المجبري اعترف أنه كان طفل شقي وكان الأكثر تعرضا للعقوبات بين أخوته. هذاك علاش ما لازمكش تستغرب من شقاوة حنا بعل في الملعب لأن من شب على شيء شاب عليه. كبر حنا بعل وكبرت معاه موهبته في كرة القدم وصارت لا تخفى على أحد. ولكن حنا بعل كان تلميذ نجيب وكان والده لطفي المجبري حريص على رؤية ابنه يمارس مهنة الطب. والد حنا بعل المجبري ورغم أنه كان يحلم يشوف ولده طبيب ولكن ما حرموش من كرة القدم اللي كان حنا بعل يعشقها. وهذاك علاش المجبري التحق بأكاديمية اف سي باريس في عمر 7 سنوات فقط. موهبة حنا بعل المجبري كانت تظهر أكثر كل يوم والعين تتزاد أكثر عليه. هذاك علاش انتقل للأكاديمية كلير فونتين وفي نفس الوقت كان السبب هو الدراسة. موهبة حنا بعل المجبري لم تصمد طويلا أمام عيون الكشافين وهذاك علاش فريق موناكو دفع مبلغ مليون يورو من أجل ضمه إلى فريق تحت 17 سنة. تجربة حنا بعل المجبري مع موناكو يقال أن والدي حنا بعل ما كانوش متحمسين له خاصة أن فريق الإمارة كان في كل مرة يخل بشرط من شروط العقد. الباب تحل للرحيل والأندية صارت تتهاطل عن حنا بعل المجبري من برشلونة إلى باريس سان جيرمان إلى توتنهام إلى مانشستر يونايتد. والكلام ليس من باب المبالغة بل هو حقيقة في ذلك الوقت. في النهاية مانشستر يونايتد يظفر بالجوهرة النادرة بمبلغ 10 مليون يورو ليعتبر خرافي من أجل طفل 17 سنة. حنا بعل لعب مع فريق مانشستر يونايتد تحت 18 سنة وموسم واحد كان كافي لتصعيده لفريق تحت 23 سنة وينال جائزة لاعب الموسم في أول سنة ليه. وقع على عقد طويل الأمد مع أكابر مانشستر يونايتد. الجميع في تونس كان ينتظر أول مصافحة لحنا بعل المجبري مع أكابر الشياطين الحمر ولكن في نفس الوقت التوانسة الكل كانوا متشوقين القرار حنا بعل بخصوص المنتخب اللي باش يمثله فرنسا أم تونس في 23 ماي 2021 وفي مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي. حنا بعل المجبري يدخل في آخر 10 دقائق بديلا للإسباني خوان ماتا ويبصم على أول مشاركة بقميص أكابر الشياطين الحمر. وبعدها بأيام قليلة وفي مفاجأة سارة لكل الجماهير التونسية الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن الاتفاق مع حنا بعل المجبري وتعلن أن الأخير اختار بلد القلب على حساب فرنسا. والآن صار بإمكان التوانسة الحديث عن لاعب تونسي في فريق كبير في الدوري الإنجليزي. أهلا وسهلا حنا بعل، مرحبا بيك في تونس، مرحبا بيك في المنتخب الوطني التونسي ومرحبا مرة أخرى بكل الضيوف الكرام. مانيش خليك وحدك على اللسان باش أدعو بكل لطف السيد المنظر الكبير مدرب المنتخب الوطني التونسي أنه يجيب جنبك في الكرسي فليتفضل. مرحبا سي منظر. كما سأدعو نقفوا كذا ما تراوش مانع على الزملاء المصورين في صورة صغيرة مثال خليوا لهم الوقت. شكرا.
تجربة حنبعل المجبري لم ترتقي إلى المستوى المنتظر، وحنبعل بقى حبيس الدكة ولم يشارك إلا في دقائق قليلة، وهذاك علاش كانت الإعارة مصيره في كل مرة. في موسم 2022-2023 لعب حنبعل المجبري على سبيل الإعارة لفريق برمنغهام في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وسجل هدف واحد وصنع 6 أهداف وتحصل على جائزة أفضل هدف في الموسم. بعد العودة من الإعارة دخل في حسابات تنهاغ، وشارك حنبعل في 10 مباريات في جميع المسابقات، وسجل هدف وحيد أمام برايتون في البريمير ليج قبل ما يخرج في شكل إعارة مرة أخرى، ولكنها كانت إعارة للنسيان مع فريق إشبيليا الإسباني. بعد العودة من الإعارة من إشبيليا حنبعل المجبري يقرر مغادرة مانشستر يونايتد دون إعارة هذه المرة، وانتقل إلى فريق بيرلي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي وبصفقة قدرت ب6 ملايين يورو. حنبعل المجبري خاض مع بيرلي هذا الموسم 27 مباراة وقدم 2 تمريرات حاسم، وهو يعتبر ركيزة لا غنى عنها في تشكيلة الفريق. المسيرة الدولية لحنبعل المجبري وصل فيها ل30 مباراة بقميص نسور قرطاج، وحنبعل شارك في كأس العرب وشارك في كأس افريقيا وخاض مونديال 2022 في قطر، على أمل أن يكون القادم أفضل، وعلى أمل أن يكون صاحب 22 سنة قائد الجيل الجديد لتونس الخضراء.